السلام عليكم. في فيديو النهارده ان شاء الله هنتكلم عن شات جي بي تي بروجكتس، من الحاجات اللي مهدور حقها في شات جي بي تي ومهمة جدا جدا وبتساعدك بشكل كبير جدا وبتعمل لك زي مخ بالذكاء الاصطناعي يقدر يساعدك في البيزنس بتاعك، في اي بروجكت جديد انت بتخشه، في اي بروجكت انت شغال فيه. تقدر انك انت تعمل بروجكت وتبدا انك انت تشتغل عليه وتبدا تسال الاي اي فيه ويبدا يجاوبك بطريقه ممتازه جدا، وانا شخصيا بشتغل بيه يعني، وعندي كذا بروجكت عليه. ايه فايدة البروجكت عموما؟ هو مساحة عمل بتساعد ان البروجكت بتاعك يبقى فيه سياق موحد، كونتكست، اللي هو الكونتكست اوير للاي اي، ودي من اهم الحاجات اللي الاي اي بيشتغل بيها او الذكاء الاصطناعي بيشتغل بيها، اللي هي الكونتكست، بحيث انه يبقى عنده معلومات كافية عن البروجكت او المنتج اللي انت بتشتغل عليه، سواء بقى كانت قناة يوتيوب بتشتغل مع عميل في بروجكت معين، زي انا مثلا كده بشتغل في البروجكتس بتاعتي على الستيدي سكيل والاس اي او بتاع ستيدي سكيل. لو انا عايز اعمل مثلا بروجكت للقناه بتاع اليوتيوب والكلام ده كله، بيبقى فكرته ان هو بيبقى مساحه عمل بتبدا انك انت تتشات فيها مع شات جي بي تي، بتضيف له فيها الملفات، الانستراكشنز، عشان يبقى عنده كونتكست خاص بالبروجكت بتاعك. بنستفيد منه بقى في ان هو بيبقى عنده زي ما قلنا كونتكست، وعنده ميموري خاص ب البروجكت نفسه، بحيث انك انت لو مثلا دلوقتي ابتديت شات من الجي بي تيز دي، بيبقى شات عادي وبتبدا انك انت تاخد وتدي معاه لغايه لما مثلا ايه يخلص الشات او يخلص الكونتكست بتاع الشات، فيبدا ان هو ينسى اللي كان اتقال له قبل كده. ده غير البروجكتس طبعا الكونتكست فيها بيبقى على حسب الشاتس اللي بتحصل ما بينك وبين الشات جي بي تي جوه البروجكت نفسه. فلو مثلا عايزين مثلا احنا نعمل بروجكت، اول حاجه لازم نكون على البلس بلان. الفري بلان تقدر تعمل عليها بروجكت بس فيها ليميتيشنز كتير، غير طبعا البلس بلان. هي بتبقى تكلفة البلس بلان حوالي $20 في الشهر، ب $22 ونص بالضرايب على حسب البلد اللي انت فيها، وبتبقى بصراحة يعني فيها روز أو عائد على الاستثمار ده كويس جدا، وأنا بصراحة يعني ما بقدرش أستغنى عن الشات جي بي تي بلس، فبالنسبة لي ده عائد على الاستثمار كويس جدا. عشان بقى نعمل بروجكت على البروجكتس بتاعت شات جي بي تي، أول حاجة هنروح على الأكونت بتاعنا، هنلاقيها تحت الدروب داون بتاع البروجكتس، هندوس على نيو بروجكت، هيفتح لك تاب تبدا تكتب فيها البروجكت اللي انت عايزه. انت ممكن بقى تعمل بروجكت في اي مجال، في اي حاجه انت عايزها، شغال مع كلاينت، شغال على فكره مشروع بتاعك، كل حاجه تقدر تعملها، لان هو زي ما قلنا بيخزن، زي ما قلنا هو بروجكتس كيب شات فايلز اند كاستم انستراكشنز ان وان بليس، بيحطهم كلهم في مكان واحد، وتقدر تستخدمهم في اون جوينج ورك، في العمل المستمر مع الشات ده او مع البروجكت ده، او تخلي الدنيا منظمه. ودي من ضمن الحاجات الجميله جدا في الجي بي تي بروجكت، ان انا مثلا دلوقتي المشروع بتاعي الشاتس دي كلها بتاعته، فابدا ان انا احطهم مثلا في بروجكت. يعني انا البروجكتس ده، انا مثلا البروجكت اللي انا عملته مثلا خاص بقناه اليوتيوب، فعايز كل الشاتس الخاصه باليوتيوب تبقى موجوده في البروجكت ده. البروجكت ده خاص بالويب سايت بتاعي، في حاجات معينه في البيزنس، في حاجات معينه في الاعلانات، الكلام ده كله بيبقى حاطط الشاتس والفايلز والانستراكشن كلها في مكان واحد، وبيبقى شكلها منظم وافضل كتير في التعامل. غير طبعا الفايده العظمى منها ان هي تقدر انك انت الشات جي بي تي او الاي اي نفسه يبقى عنده معلومات كفايه انه يقدر يفيدك في البرومبت بتاعك. فلو جينا مثلا قلنا ان احنا عايزين نعمل بروجكت جديد، مثلا هيبقى سيو كلاينت، مثلا انا عندي عميل هيشتغل معايا في الاس او، فهقول له مثلا عايز سيو كلاينت، واحط له ايموجي باللون، مثلا احط له الايموجي ده اي حاجه، وبعد كده ادوس كرييت بروجكت. اول ما بيبدا بيدخلك على الشات العادي بتاعنا اللي هو اللي بتلاقيه في شات جي بي تي. اول ما بتخش اللي هو نيو شات بيبقى زيه بالظبط، بس الفكره ان انت هنا بقى عندك الكونتكست هتضيفه ازاي؟ هتضيفه عن طريق اد فايلز. اول ما بتفتح البروجكت سيتنج بيبقى عندك اسم البروجكت والانستراكشنز. الانستراكشنز دي اللي هي طريقه رد شات جي بي تي في البروجكت ده بالذات. يعني انت مثلا عندك بروجكت مثلا للاس او، فانت عايزه يبقى خبير في الاس او. عندك بروجكت خاص باليوتيوب وسكريبتس اليوتيوب، فانت عايزه خبير في اليوتيوب سكريبتس والحاجات الخاصه بالفيديوهات. في النقطه دي احنا بقى بنعمل حاجه اللي اسمها سيستم برومبت، اللي هو لو انت عندك معرفه بالشات جي بي تي بروجكتس او بالاوتوميشنز والكلام ده كله، لازم نعمل حاجه اسمها سيستم برومبت عشان هو اللي يوجه الشات ان هو يبدا ازاي. يعني احنا مثلا هنا هنقول له you are
an expert in SEO and will help me rank this client's website. مثلا يعني ده سيستم برومبت بتقول له اللي هو انت الرول بتاعتك ايه. انت لو عايز تزود كونتكست للانستراكشنز او انستراكشنز مثلا ان انت مثلا ما تردش عليا بكلام كتير، رد بالكلام المفيد بس. لو عايزه يدعم كلامه مثلا بابحاث، عايزه يدعم كلامه مثلا بامثله، تقدر انك انت تديله المعلومات او التعليمات اللي هو المفروض يمشي بيها. ده بالنسبه للانستراكشنز. تاني حاجه ودي بقى اللي هي يعني فيها بقى الكنز كله، ان انت تقدر تضيف كل حاجه يقدر يشتغل عليها البروجكت ده. بمعنى دلوقتي هو بيقول لك لو تقدر تضيف documents code files images. طبعا انت تقدر تجنريت كودز او تجنريت كوبي او تجنريت ايمجز للاس اي او كلاينتس ده. فانت لو ضفت له حاجه مثلا في الكونتكست خاصه بالكلاينت، يعني تضيف له مثلا البريف اللي هو مثلا معلومات شامله عن البروجكت، معلومات شامله عن العميل. انا بتكلم على البروجكت ده سبيسيفيكلي، يعني مش بتكلم عن كل حاجه. انت بتبدا تضيف الكونتكست بتاعتك او السياق بتاعتك او الملفات المهمه للبروجكت ده، بتدوس اد وتبدا تضيف الملفات بتاعتك كلها. هنا الميموري، ودي من احسن الحاجات اللي هي في بروجكت، غير ان هي زي ما قلنا بتنظم شغلك كله داخل بروجكتس، لا هي كمان عندها ميموري، بيبقى عندها اطلاع بكل الشاتس اللي خاصه بالبروجكت، وهنشوف الكلام ده دلوقتي. طبعا خلاص خلصنا الجزئيه بتاعه السيتنج وضفنا المفروض ان احنا نضيف الملفات، سواء بقى سايت مابس او اي معلومات اداها لنا العميل او اي صور بنضيفها. وشات جي بي تي بيقدر ان هو اول ما بتساله سؤال بيروح يدور اول حاجه في الكونتكست وفي الانستراكشنز عشان يقدر يرد رد ممنهج وزي ما انت عايزه بالظبط. وبعد كده بنقول سيف. بعد ما بيعمل بقى عمليه السيفنج بنبدا ان احنا نروح نعمل تشات معاه، نقول له مثلا to do a keyword research. هيبدا بقى يسالني شويه اسئله لان هو ما عندوش معلومات. هو اول حاجه بيدور في الكونتكست بس ما عندناش كونتكست احنا، فهو بيبدا يسالني شويه بقى معلومات. يعني انت دلوقتي عشان ارد عليك رد كويس لازم تكون مزودني بالمعلومات دي. فاحنا طبعا هنشوف المعلومات دي ايه ونبدا نحطها في فايل. انا بصراحه بعمل ايه لو انا مثلا عندي حاجه مثلا عايز اعملها في البروجكت بتاعتي، سواء اللي هو الاس اي او او البروجكت بتاع الويب سايت بتاعي، بروح اعمل جوجل دوك، اكتب فيه كل الداتا اللي انا عايزها، بحيث ان انا ابقى كاتب له خلاص السيستم برومبت اللي هو في الانستراكشنز، وبعد كده ابدا اكتب الداتا بتاعتي جوه الفايل وارجع اديها لشات جي بي تي بروجكتس عن طريق السيتنج او عن طريق الفايلز. بيبقى عنده اويرنس او عنده وعي باللي انا عايز اطلعه او المخرجات اللي انا عايز اخرجها عشان اشتغل بيها. بيبقى فيه يعني نسبة تطابق ما بين اللي انا عايزه وما بين اللي هو طلعه احسن بكتير من ان انا اعملها في شات عادي. عشان كده مهم جدا تبقى فاهم النقطة دي، ان هي نقطة البروجكتس مهمة جدا في الموضوع ده. وبعد ما تعمل الشاتس بتاعتك معاه بتيجي تدوس على مثلا العميل اللي انت او البروجكت اللي انت عامله، بيبدأ يوريك كل الشاتس اللي انت عملت فيها شات معاه. هاي لو احنا عملنا مثلا كده ورجعنا تاني مثلا اهو بيبدأ يوريك كل الشاتس اللي انت عملتها معاه زي ما انت شايف. دي بقى اللي بتعمل موضوع الميموري، موضوع الكونتكست اوير، كل حاجة هو انت سألتها فيه او عنده على الفايلز انت هو ملم بيها وحاططها في ميموري خاصة بالبروجكت ده. فهي دي الفكرة بتاعة البروجكت. زي ما احنا قلنا مهم جدا بينظم لك ملفاتك. يعني انا مثلا العميل ده مثلا هيبقى ملفاته كلها او الشاتس بتاعته كلها موجودة هنا، الملفات بتاعة العميل ده موجودة هنا، اقدر ان انا اسأله اي سؤال عن العميل ويقدر يرد عليا بكل سهولة. وكمان هيبقى فيها يعني نسبة كويسة جدا من المصداقية في المعلومات، ومش هتبقى معلومات يعني زي اللي بيطلعها في الشاتس العادية. طيب عشان انا مثلا دلوقتي عايز اخرج الجزئيه معينه، مثلا مش عايزه ان هو يدخلها في الكونتكست بتاع الشات بتاعي، او انا غلطت وكتبتها في الكلاينت ده وهي مع كلاينت تاني، اقدر ان انا بكل بساطه اجي على الثلاثه دوتس دول واقول له موف تو بروجكت او ريموف فروم سيو كلاينت واخرجها من الاس يو كلاينت. كده هو ما عندوش كونتكست او ما عندوش اويرنس بيها. طيب لو انا عايز مثلا عملت مثلا حاجه عن طريق الجي بي تيز، احنا عارفين الجي بي تيز بتبدا ان هي تعمل شاتس جديده غير البروجكت، الحاجه الوحيده اللي التنظيم هيبقى في البروجكت. فلو انا مثلا في الشاتس بتاعتي عندي شات مثلا زي سيو ارتكل رايتنج جايد،
ده حاجة مثلا أنا عملتها عن طريق الجي بي تيز أو عملتها عن طريق نيو شات وعايز أدخلها أخلي شات جي بي تي يبقى عنده كونتكست أوير بيها. أدوس برضه على الثلاثة دوتس وأقول له موف تو بروجكت وأقول له موف تو سيو كلاينت. دلوقتي شات جي بي تي لو جيت سألته سؤال عن الموضوع ده مثلا، بس طبعا عشان دي حاجة عامة يعني أنا كنت مجربها بس كده، لو جيت سألته سؤال برضو نفس الكلام هيبدأ ان هو يقول لي ان هو يبقى عارف او عنده وعي بالتشاتس اللي انا ضفتها للكلاينت ده. ده كان بالنسبة للبروجكتس. أداة ممتازة جدا جدا، أنا تقريبا بستخدمها يوميا دلوقتي. بتساعدك انك تطور نسخة ال AI او نسخة شات جي بي تي اللي موجودة عندك وتستفيد من كل جزء فيها. عشان كده مهم جدا انك انت تبدأ تستخدمها في سواء مع الكلاينتس بتوعك او في البروجكتس الخاصة بيك. ده كان بالنسبة للفيديو النهاردة. لو عجبكم ما تنسوش تدوسوا لايك على الفيديو، سبسكرايب للقناة. اتمنى اشوفكم في فيديوهات جديدة ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.